السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. اول ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. النهاردة الفيديو بتاعنا بسيط جدا وجميل جدا. الله وبركاته. أهل الجزائر الكرام، كلامي لإخواني في أهل الجزائر. في قصة كده بتاعت أحد الصحابة اللي هو سيدنا عبد الله بن جحش، لما سيدنا عمر قال له حق على كل مسلم أن يقبل على رأس عبد الله بن جحش. الموقف ده فكرني في حاجة لإخواننا الجزائريين. أما كنت بحج سنة 2006 أنا وأبويا وأمي، فكنا قاعدين بنصلي في الشارع بين المغرب والعشاء. فاحنا قاعدين بعد صلاة المغرب، قعد جنبي على يميني إخوة جزائريين وعلى يساري والدتي وبعدين أخوات جزائريات. فالأخوات الجزائريات دولت عمالين يتشبهوا عليا، بيقولوا هو الشيخ أشرف الفيل، لا مش هو، هو مش هو. بعدين قلت لوالدتي، والدتي كانت واخدة الأنسولين ونسيت أديها الأكل، فقلت أجري أجيب لها آيس كريم أو عصير عشان إيه لحسن يجي لها هبوط أو حاجة. فبقول لها بقول لك يا أمي أجيب لك آيس كريم أو حاجة كده ولا بتاع؟ قالت لا يا ريت والله عشان حاسة إن أنا عندي هبوط. قلت طيب خلاص. فلما مشيت كده رحت اجيب ايس كريم، فقلت اجيب العدد اللي قاعد يجي 10 وبتاع، كنا في مكه. فوانا جايب الايس كريم وجاي لقيت الستات ماسكين في امي عمالين يحضنوا فيها ويبوسوا في بطنها. هو طبعا كل اللي حصل ان انا اتخضيت، افتكرت ان امي اغمى عليها اصلا، فانا راح جري الحق الحق، فبصيت لهم يبوسوا فيها. فبقول لها ايه ده يا امي؟ قالت ده بيسالوني بيقولوا لي هو ده اشرف الفيل اللي بيطلع في التلفزيون. قلت لهم اه. يقرب لك بيه؟ قلت لهم انا امه، فقاعدين يبوسوا في بطني عشان انا خلفتك. نفس الجملة بقى، حق علي أن أقبل على رأس كل أخ وأخت جزائرية. السلام عليكم. طبعا من الله علي السنة هذه وحجيت والحمد لله، وكان معانا في المخيم من جميع الجنسيات العربية وغير عربية، ونشأت صداقة خفيفة كده بيني وبين يمني ومصري وسوداني وجزائري وسعودي، وكنا احنا الستة وقت ما نلاقي فرصة نجلس مع بعض ونسولف. فرقتنا الجنسيات لكن جمعتنا الدين والعروبة واللغة. طبعا رمي الجمرات كل واحد يحدد الوقت اللي يناسبه، من بعد الظهر واللي يبغى العصر واللي يبغى المغرب. فأول يوم في رمي الجمرات رجع الجزائري وكان مصاب في رجله بسبب الزحمة والتدافع. اليوم الثاني اللي هو موعد رمي الجمرات اكتشفت انه اليمني والسوداني والمصري والسعودي اجلوا رمي الجمرات لما يروحوا مع الجزائري. شوف الجزائري متى يروحوا معاه. ليش؟ عشان اذا اشتدت على الاصابة يكونوا هم موجودين معاه. والسبب الثاني انه يحموه من التدافع والتزاحم عشان لا يصاب او تزيد عليه الاصابة. عرفت وقتها ان هذول هم العرب الشرفاء، واكتشفت وامنت وايقنت ان اللي موجودين في البتوت ويسقطوا على بعض الدول العربية، كل واحد يسقط على الدولة الثانية، هذول مجرد حتالة متوفيين دماغيا وما يمثل بلدانهم. كان بيسألني سؤال بيقول لي لو انك لم تكن مصريا ولم تعيش على أرض مصر، أين كنت تحب أن تعيش؟ قلت له والله كنت أحب أن أنا أعيش في المدينة المنورة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يعني كل الناس بتتمنى أنها تعيش في المدينة المنورة، فأنت ما جبتش حاجة جديدة. لو ما عشتش في المدينة المنورة ولا مصر تحب تعيش فين؟ قلت له أحب أعيش في الجزائر المنورة. فالمذيع استعجب، قال لي الجزائر المنورة؟ ايه الجزائر المنورة دي؟ تقصد الجزائر الديمقراطية الشعبية مش اشتراكية مش عارف؟ قلت له لا، اقصد الجزائر المنورة، جمهورية الجزائر المنورة. قال لي احنا عارفين ان المدينة المنورة منورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، طب الجزائر دي منورة بايه؟ ايه اللي خلاها منورة يعني؟ قلت له يا اخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشهيد إذا جرح ودفقت أول دفقة دم من جسده أنارت ما بين السماء والأرض، فما بالك ب1.5 مليون شهيد دفقت دماءهم، ألا تنير الجزائر؟ يا من صابني أمطر ونعلي في السما حولي رحلته، حامل سلامي من الجزائر كل الأحباب الأقطار العربية، كل الأحباب الأقطار العربية. يا مصابي أنت
فلسطين دمشق وأمان، يلا فلسطين دمشق وأمان. نزور الخلان نسمعوا الألحان، زور الخلان نسمعوا الألحان. والفنانة تتحفني بأغنية، يا محلى الدبكة والرقصة البدوية. والفنانة تتحفني بأغنية، يا محلى الدبكة والرقصة البدوية. وبكده حبايبي اقدر اقول لكم خلاص خلصنا مع بعض الفيديو القصير الجميل بجد الشيق جدا، ويا رب ينال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.